السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم لنا الشرف نكون في بيت الشهيد البطل أبو بكر السامرائي الملازم الشجاع اللي واجه الموت بكل شجاعة. والد الشهيد حج عباس راح يحكي لنا عن الموقف البطولي لابنه وعن مشاعره اتجاه ابنه. السلام عليكم حج. السلام الله. عظم الله أجركم. بارك الله. الله يحفظكم إن شاء الله مثوى ابنكم الجنة مع الصالحين والأولياء إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا شنو مشاعركم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة احنا تلقينا نبأ خطر ولدنا الملازم الأول أبو بكر عباس ياسين حسين الدراجي السامرائي من قبل آمرية اللواء الرابع في قيادة قوات الحدود في منطقة عرق. نعم. أبلغونا بأن هنا توجه ولدي من منطقة عرعر اتجاه محافظة كربلاء المقدسة تم خطفه من قبل منظمة إرهابية مجهولة في منطقة المخاط الذي تبعد 40 كيلومتر عن ناحية النخيل. وقامت القوات المذكورة خاصة باللواء والحشد الشعبي والعشائر في تمشيط المنطقة ولم يتم العثور عليه. توجهت أني وابن عمي الشيخ إبراهيم محمد الدراجي إلى منطقة النخيل للتأكد من وضع الحادث وأسبابه والإمكانيات المسخرة لغرض العثور على ولدي والسواق الذين كانوا معه والذين هم مدنيين، فلم يتم العثور عليهم. استنفرت القوات كلها، يعني قيادة قوات الحدود. يعني الحكومة ما قصرت بهذا الجانب؟ إن شاء الله ما قصرت. نعم. إن شاء الله ما قصرت، بس الإرهاب هو إرهاب يعني، وكان إلى يعني حقيقة ذراع طويل، بس إن شاء الله سيقطع هذا الذراع وسينتهي الإرهاب وسيرجع العراق إن شاء الله متعافي، ويكون هناك أبطال أمثال البطل الملازم الأول أبو بكر عباس، لأنه كان شموخه. حجينا شنو هاي النظرات؟ الناس تسأل اكو نظرة رجولة. نعم. أريد أنت كوالدة فسر لنا هاي النظرة. بكر حقيقة أبو بكر من طفولته هاي شمرته لا يهاب الموت ولا يخشى أي شيء، وكان مؤمن بالله وكان مستقوي بالله، وكان حتى لما يخاطبنا ونقول له ابني دير بالك كان يقول اللي ينطر روح ما ياخذها إلا الله. فكان يعني هذا الإيمان معزز في داخله، وكنا نقول له بالغيابة انتبه لا تفكرون بي، يعني عندي إيمان الله اللي الله يحفظه ما حد ياخذ، ما حد يقدر ياخذ. والحمد لله حاول المنظمة الإرهابية اللي خطفته أن تركع من خلال ما أرسلوه لنا من صور. يعني صار اتصال شيخ صار مراسلات وياهم. نعم. ودزوا لنا صور وكانت الصور شامخ فيها، وهذا اللي غاضهم حقيقة، هذا اللي غاضهم، وهذا اللي يعني غاضهم كثير، لأنه هيك شخص هيك بطل يوقف شامخ ما يهاب الموت ويفضل الموت على أن ينزل راسه، وراح حاولوا يمكن أعتقد لمدة أسبوع هم على ما أعتقد يحاولون به أن يذلوه وما قدروا يذلوه، وكانت هاي النتيجة المشرفة لهذا البطل واللي رفع يعني راس العراقيين، رفع راس كل عائلته، رفع راس عشيرته، رفع راس بلدته، وهذا إن شاء الله كل العراقيين يحملون هاي الصفات. وهو كان شجاع وكريم واخلاقه عاليه، مثواه الجنه ان شاء الله. الله يبارك فيك. ويعني انا من خلال يعني علاقتي باصدقائه واللي وياه بالعمل كانوا
فشي يعني يقول بكر يعني فرته بهذا الجانب في كل هاي صفاته هي حقيقه. الحكومه تواصلت وياكم؟ رئاسه الوزراء، البرلمان، السياسيين؟ لا البرلمان اجوا للفاتحه. نعم. وعزونا وجت قياده عمليه بغداد وجو